حلم كبير بيحلم بيه معظمنا او كلنا، وهو حلم ارتفاع قيمة الجنيه المصري بين العملات الأجنبية، وما يبقاش فيه الفرق الملاحظ اللي بقى واضح بالشكل الكبير ده، خاصة خلال الفترة اللي احنا بقينا عايشينها دلوقتي. وده علشان يتحقق لازم كلنا نتكاتف، بدل ما كل واحد فينا حاطط ايده على خده وقاعد محتار، ومن غير تفكير ومن غير حوار جنة تولعها نار. الموضوع خطير جدا، وبصراحة خطوة جريئة من الدولة المصرية انها تكون ضمن دول تجمع البريكس. ايوه زي ما سمعت كده بالظبط. طب ندخل في الموضوع ومن غير لف ولا دوران. طب يعني ايه مصطلح البريكس ده اساسا؟ ما تستعجلش، انا هقول لك على كل حاجة. في سنة 2006 جم 5 دول من التقال اقتصاديا قعدوا يفكروا يعملوا مصلحة حلوة كده مع بعضهم، يعني بالبلدي كده تبادل تجاري ومصالح مشتركة ما بينهم. اسم البريكس ده يا سيدي مبدئيا كده هو اختصار لأول حرف لاسم كل دولة من الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وهم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وبالمناسبة أول قمة ليهم انعقدت في يونيو سنة 2009. وزي ما عرفتوا معنى الكلمة دي، أحب أعرفكم برضو إن من كام يوم تم إعلان انضمام مصر لمجموعة البريكس بداية من يناير 2024. ومجموعة البريكس دي بتضم 5 دول اللي احنا لسه قايلينهم من شوية. إيه بقى يا كبير؟ أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا دعوة مصر العضوية دائمة في مجموعة البريكس مع بداية 2024. وطبعا من أهم الدول اللي تم دعوتها كمان هم المملكة العربية السعودية والإمارات، و3 دول كمان مهمين وهم إيران والأرجنتين وكمان أثيوبيا. لو بصيتوا كده هتلاقوا كل دولة من دول في مكانة استراتيجية وجغرافية لوحدها، وده طبعا هدفهم الأساسي إنهم يزودوا أكبر عدد ممكن من الدول دي للانضمام لمجموعة البريكس. الغريب في الموضوع إن في 22 دولة كمان قدموا رغبتهم رسميا للانضمام للتكتل، وده طبعا هيكون افضل ليهم، لان بدل ما يكونوا 5 دول بس، لا ده ممكن يبقوا 10 مثلا، 15 ما يضرش. وهو البحر برضه يحب الزياده، لان طبعا كل ما عدد الدول دي هيزيد كل ما هيعود عليهم باستفاده اكبر في تبادل الخدمات بين الدول دي وبعضها. ومش بس كده، ده الهدف اكبر من كده بكتير. ايه بقى يا سيدي الهدف ده؟ الهدف طبعا هو انهاء هيمنه الدولار على العالم. ركزوا بقى معايا في الحته اللي جايه دي قوي يا جماعه. القمه اللي فاتت دي حضرها مجموعه رؤساء ووزراء من العيار التقيل، اللي هم مين بقى يا سيدي؟ خد عندك الرئيس الصيني شي جين بيانغ، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ووزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف، نيابه طبعا عن الرئيس بوتين. واتمنى طبعا ان يكون نطق صحيح. وطبعا الهدف الرئيسي من القمه الاخيره لمجموعه البريكس دي هو الغاء التعامل بالدولار، وكمان محاوله استخدام العملات المحليه في التجاره بين الدول المشاركه او الدول الاعضاء. دول البريكس لوحدهم كده بيمثلوا اكتر من 40% من سكان العالم. تخيل انت بقى الكام دوله دول 40% من سكان العالم، ده يا نهار طين، ده كفايه الصين. طبعا ده حدث خطير ومهم ان دول بالحجم ده تعمل مقاطعه للدولار، او على اقل تقدير يقل جدا التعامل بيه، وانهم كمان يبداوا يركزوا في تعاملاتهم بالعملات المحليه. وبيني وبينكم بقى انا توقعاتي كده ان ممكن يحصل قلق خلال الفتره اللي جايه بسبب الخطوه دي. خليني اقول لك كمان ان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري كان بيشارك في قمه البريكس الخميس اللي فات نيابه عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي بدايه كلمته رحب بقرار تجمع بريكس بتوسيع عضويته وانضمام مصر وعدد من الدول للتحالف، وقال ان مصر حرصت على توثيق علاقتها مع دول تجمع بريكس. خليني اقول لكم حاجه مهمه برضو، بريكس مؤسسه بتشبه البنك الدولي كده، هدفهم يوصلوا ل 30% من الاقراض بالعملات المحليه مع عام 2026، وبالفعل ده حصل وتم تمويل مشاريع البنيه التحتيه في جنوب افريقيا، وده كان بقيمه 100 مليار راند من خلال البنك الخاص بيهم، يعني تقريبا 5 مليار دولار امريكي. مش عايزين ننسى برضو كلمه الرئيس الصيني واللي قال فيها يجب علينا تعزيز التعاون الاستراتيجي، يعني تكون الدول المشاركه موقعها الجغرافي مهم وفي مناطق مختلفه من العالم. ده حتى قال كمان نحن نعمل على تعزيز تمثيل دول الجنوب العالمي. خلينا متفقين على حاجه مهمه، وهي ان انضمام مصر لمجموعه بريكس ده شيء بيدل على قوه الدوله واقتصادها طبعا، وان كمان الدوله هتستفاد بشكل مباشر من خبرات الدول المشاركه دي، لان ده هيعود علينا طبعا في زياده معدلات التصنيع والانتاج، وهتساعد برضو في فتح اسواق تصدير جديده، وهتزود كمان في حجم تبادل التجاره بينها وبين مجموعه الاعضاء. وعلى حسب كلام الخبراء والمحللين الاقتصاديين ان عضويه مصر هيكون فيها كتير من الفرص والمزايا في تنميه التجاره والاستثمار، ومن الواضح كده ان في فرحه عامه على مواقع السوشيال ميديا بدخول مصر ضمن مجموعه بريكس، والكلام كله فيه
فيه امل وطاقه ايجابيه، وان دي خطوه كبيره بالارتقاء بالاقتصاد المصري. فعلى سبيل المثال مثلا دكتور القلب المعروف جمال شعبان كتب بوست على الفيسبوك بيقول فيه: مبروك لمجموعه البريكس انضمام الدنيا، ومبروك لمصر خطوه على درب التحرر من قبضه الاخضر. طبعا يقصد بالاخضر هنا هو الدولار، وفين منزل صوره البريكس باعلام الدول الخمسه الاساسيه وكاتب الف مبروك انضمام مصر رسميا للبريكس. اما ده بقى بيقول مصر، السعوديه، الجزائر، الامارات ينضموا للعمله الجديده البريكس وداعا الدولار. الله اكبر وتحيا مصر، اتقل تاخد حاجه نظيفه. وطبعا في الناحيه الثانيه في الزاويه اللي هناك دي شايفها في ناس بقى مش حابه ان ده يحصل وبتحب تحط شويه البهارات بتاعتها، وبيفضلوا يكتبوا كلام زي الزفت علشان يسمموا في بدننا ويحبطونا، وبيحاولوا يقطعوا اي حاجه فيها ذره امل او اي انتعاش للبلد واقتصادها. بس صدقوني ده كله كلام بقى حمضان وطعمه وحش قوي. بيقول لك نحن في الطريق للقضاء على الدولار. بعد انضمام مصر للبريكس الساعات اللي فاتت يا رجاله اصبحنا في الطريق للقضاء على الدولار. يعني احنا مديونين والدنيا كلها عارفه ومش عارفين نسدد ومش عارفين نجيب اكل للشعب المصري، مش عارفين هم يجيبوا اكل للشعب المصري، وهو مفيش دولار في السوق. رايحين يفتحوا لكم بقى باب جديد في بريكس. ربنا ياخدكم ونرتاح منكم. بس تعالوا نفكر مع بعض كده بصوت عالي، هو دخول مصر في التوقيت ده بالتحديد يا ترى من رايك هيكون في مصلحتنا، ولا هنعرف نلعب على الوينجين ونتعامل مع البريكس وفي نفس الوقت نتعامل مع الدولار؟ عموما كده او كده ربنا يكتب لنا الصالح، واكيد كلنا ثقه في رئيسنا وحكومتنا اننا نعدي من الازمه الاقتصاديه دي على خير. وبصراحه امنيتي الشخصيه هي ان المواطن يبدا يحس بنزول الاسعار، لان ده اكتر شيء مأثر فينا وعلينا. عموما كده او كده يا ريت ما تنساش ان مع كل ترند ومع كل حوار جنى هتولعها نار. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، واشوفكم في حلقه جديده وترند جديد، وسلام عليكم.